ثم مشكل كبير في البلاد تاع العبث اللي صار من الثورة اليومنا هذا. شوف زمان بن علي يقول فيه اللي تحب، عاد بن علي يقول فيه اللي تحب، قول عائلة مالكة وقول تلاعب وقول اللي تحب انت. لكن بالنسبة لميزانية الدولة وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية كانت مؤشرات اقتصادية محترمة في نطاق معقول ومحترم، يعني كما يقولوا بالفرنسوية une gestion de bon père de famille. هذايا يلزم الاعتراف به ويلزم نفهمه. صحيح ما حقتش للتوانسة النقلة النوعية، صحيح ما حقتش التوزيع العادل للثروة، ما خلقتش آفاق، ما خلقتش حظوظ نتاع التشغيل الكبيرة، لكن هذا اللي كان موجود. اليوم احنا طحنا على هذاك بكثير. تصور انت اليوم الصندوق النقد الدولي خرج دراسة في 2012، وننصح الأخيان اللي يتبعوا فينا يلقاوها على الانترنت، يلقاو الدراسة دي نتاع الفون مونيتير انترناسيونال. ايش يقول فيها؟ يقول ثم 3 فرضيات بالنسبة لتونس. أحسن فرضية فيهم أن نعملوا 5% نمو ما بين 2012 و 2017. لو كان نعملوا 5% نمو وهي أحسن فرضية واللي احنا اليوم بعد عليها كل البعد، ايش نعملوا في المحصلة متاعنا؟ ايش نوصلوا أنه نعملوا نسبة متاع تضخم ب3%، نعملوا عجز في الميزانية ب2%، نعملوا نسبة بطالة ب14%، ونعملوا مديونية ب46%. الأرقام هذوما هما نفس الأرقام اللي خلاهم بن علي في 2010. يعني هذوما الأرقام اللي يقول صندوق النقد الدولي أنه في أحسن الاحتمالات نعملوهم وقتاش في 2017، يعني 7 سنين بعد قيام الثورة. نرجعوا للحالة اللي خلاها علينا بن علي. لو كانت الأرقام هذه كافية، راهي الأرقام هذه حلت مشكل بن علي، راه ما طاحش بن علي. فما طاح بن علي لخاطر الأرقام هذه غير كافية في 2010، فما بالك في 2017 وقت عدد المتخرجين باش يتزاد وعدد الشباب اللي طالب التشغيل باش يتزاد، ايش تكفي؟ هذاك علاش احنا داخلين رانا على ثنايا خايبة وعلى مسارات خايبة. هذا التشاؤم جاء من هذا، من المنطلق هذا. هو ساعة الحاجة الأولى نذكروها أنه بن علي كان يعمل في 4.4. معناها سي علي العرايد ولا خبير اقتصاد، وكان يسرق، يقولوا سيسرقوا وما ثماش شفافية وما إلى ذلك، ويعملوا في 4.4. فأنتم هاو كل شيء بيديكم وتعملوا كان في 3، ودينتوا وزدتوا الفلوس على أساس أنه استثمارات وغيره، أنه الدولة باش تستثمر هي وباش تدخل كله في ميزانية التنمية الفلوس اللي زبدتهم الكل، وهاكم في الآخر عملتوا كان 3. ثم نذكروا هذا سي العرايد المنطلق الأولاني نتاعو في تقدير الميزانية اللي هو يشرف عليه اليوم كانت 4.5 نمو. تو هبطنا ل3، وهو تو اللي ثابت أنه 3 بيدهم ما نش نعملوهم، باش نعملوا حاجة أقل من 3. هو قال من هنا لآخر 2013 نعملوا 3%. لا ما نعملوش، باش نعملوا حاجة في 2.8.7 حاجة كاكا. أما ما نتصورش أنه باش نوصل نعملوا 3 باحتساب الثلاثية الأخيرة من العام. في ظل الظروف هذه معناها الاقتصادية والإرهاب والتجاذبات السياسية، المواطنين ولاو خايفين. معناها بعض الخبراء قالوا فما 700,000 معناها موظف مهدد بغياب الأجور نتاعو. اي وقت يقولوا 700,000 موظف هما زادوا شوية على عدد الموظفين في البلاد الكل، خاطر الموظفين في البلاد الكل ما يوصلوش 700,000 موظف. فهمت؟ احنا عندنا يمكن من في حدود 680,000 حوالي هكاك موظف أو أقل شوية، يعني حوالي 15% من الناس سوق الشغل كلها اللي موجودة في تونس. شوف الموضوع هو أنه الموظفين مكلين الميزانية الكل، الميزانية نتاع الدولة تقريبا مكلين منها 68%، الكل ماشي أجور، حاجة كبيرة مهولة ما تخلي حد شيء للتنمية. واللي زاد التين بلة هو الباجي قيد السبسي وحكومة النهضة، يعني بالانتدابات في الوظيفة العمومية. الوظيفة العمومية ما هياش حل. الدولة اللي هي غير قادرة والحكومة اللي غير قادرة على أن تخلق مواطن شغل خارج الوظيفة العمومية راهي قاعدة يعني الإنسان يأكل في صوابعه لينتج منهم. فهمت؟ قاعد نحد ونكتفوا. صحيح الموظف ماله إلا مستهلك ويدور العجلة ويقترض، لكن هذا في نظام اللي هو البلاد بيدها تنتج كل شيء. أما احنا الموظف ياخذ شهرية من هنا باش ياكل بها حوايج موجودين اخرين.
ثم كما قلت لك الميزانيه تاع الدوله يلزم اعاده مراجعه الابواب، خاصه هذا باب الدعم اللي هو ماشي في غير بلاصته، ويلزم معناها مراجعه صندوق يلزم حكايه الاجور نظر فيها، انه يلزم المطالبه في الاجور، يلزم التحكم في الاسعار كما قلت لك، نفصلوا في حكايه ستاغفلاسيون، يعني نفصلوا التضخم على والبطاله، ونحطوا التضخم قدام عينينا، ونحاولوا نقاوموا التضخم لانه فيه جانب كبير منه مفتعل وغير حقيقي. يلزم ترشيد الاستهلاك، قاعد نستهلكوا في برشا حوايج نستوردوا فيها ما عندناش حتى حاجه بها. التوانسه دخلوا في عهد بن علي في اللي لبس عليه قاعد يستهلك في اشياء فخمه وفاخره من برا، والمزمر الزوالي قاعد يستهلك في متاع الشين، حتى تونس ولات بوبال. هنا يلزم نعاودوا نرجعوا لمنظومه الاستهلاك ونتحكموا في البيبان، ثم يلزم نعاودوا نراجعوا المقاربه الاقتصاديه، قد نخرجوا من النيوليبراليه، ويلزم نظام اقتصادي جديد هاجين فيه ليبراليه وفيه تدخل نتاع الدوله لحمايه قطاعات اللي هي قطاعات مشغله، ما تتطلبش تكنولوجيا كبيره، ما تتطلبش يد رؤوس اموال كبار، وهي يلزم حمايتها وصيانتها رغم الاتفاقيات اللي عندنا مع السوق الاوروبيه ومع الجات وما غيره. حلول هاني قلت لك علاش انا متشائم على الحكومه هذه اللي جايه، قلت لك ما تنجم تعمل حتى شيء. الحلول اللي كنت نحكي لك فيهم انا توا، بعض من الحلول هذه حلول نتاع حكومه قاعده عندها رؤيه، ثم عندها شجاعه، واحد قلبه صحيح ما يخافش كي يخرجوا العباد يقولوا يتيحوا ويمشوا ديجاج وكذا، قلبه صحيح، انسان حط الوطنيه قبل الكرسي، وعنده شرعيه شعبيه خارج من عند اراده شعبيه. الناس قالوا له برا اخويا عندنا ثقه فيك في برنامجك مشروعك برا نفذه، وقتها فما امل بالنسبه لتونس. يلزم الميزانيه تعاود ترجع، السياسه التوسعيه اللي عملوها كانت مصيبه، يلزم تعاود الميزانيه تعاود تتلم، تعاود تحديد الاولويات، يلزم تمشي اقتصادي فيه جانب ليبرالي نقدر نحافظ عليه، يعني تشجيع الاستثمارات، المستثمرين بحل خلق مواطن شغل وخلق نسب النمو، هذا اللي كان ماشي عليه نظام بن علي نخليه جانب هام ما نحافظ عليه. لكن من الجانب الاخر ثم يد اخرى لازم تتدخل لحمايه بعض قطاعات اللي هي مشغله عندها قدره تشغيليه كبيره، اللي ما تتطلبش رؤوس اموال كبيره، اللي ما تتطلبش تكنولوجيا كبيره، كما كل ما هو نسيج وكل ما هو ألبسة وكل ما هو أحذية وكل ما هو استهلاك بسيط يعني للتوانسة، هذا الكل يلزم حمايته، لأنه خالق المواد شغل كبار برشا، وقاعد يتهدد بأشياء قاعدين نجيبوا فيها من برا اللي هي قاعدة تقضي على مواطن شغل. حكيت على المستثمرين، معناش نرجع للمستثمرين، اليوم صعيب شكون باش يجيك للمستثمر في ظل الظروف الحاليه. هذاك علاش الدور الريادي. اليوم احنا منزل الجروب مسكر عنده 4 شهور وما لقاوش حل في مستثمر يجي باش يخرج 4000 معناها بطال من البطاله نتاعهم، معناها وضعيه صعيبه دكتور، معناها كيفاش نجيبوهم احنا المستثمرين باش نحافظوا على مواطن الشغل هذوم. انا ما تحدثتش عن المستثمرين اللي جايين من برا، انا نتحدث فيك على التوانسه، نتحدث فيك على توانسة. أول دور ساعة تقوم به الدولة. اليوم الدولة هي المفروض في ظرف كيف هذا، الدولة هي القاطرة نتاع الاستثمار. راهو رأس المال كما يقولوا جبان، رأس المال ما نجمش يغامر برأس ماله في ظرف سياسي كما هذا، يلزم يطمان ساعة للوضع استتب، ثم حكومة دائمة. أول شرط الأساسي راهي اليوم الكرهبة نتاع الاقتصاد مكبلة وما نجموش ندماريوها، لأن ملبسينها سبو كبال اسمه التجاذبات السياسية. نحيو السياسة، نحطوا حكومة دايمة، رئاسة دايمة، نخرجوا من النظام هذا اللي عملناه، هو نظام تعيس لكن مع الأسف باش يقعدوا فيه، هو نظام القانون الانتخابي اللي بالنسبية، لأنه باش يعاود يعمل لنا الشكل بيدو اللي عشنا عليه المدة هذه فاتت الكل، ما باش يخلينا كتلة عندها أغلبية، فباش يخلي الوضع السياسي مهتز، فيكونوا واعيين نختاروا نظام بالأغلبية، باش اللي ياخذ الأغلبية نقولوا له برا خويا ربي معاك نفذ مشروعك اللي اخترناك على خاطره، ويكون عنده يديه محلولة ويعمل مشروعه ويعمل برنامجه. إذا كان دخلنا في هذيك وصارت الإجراءات الكبيرة هذه، يعني نلمدوا كما قلت لك على الاقتصاد نتاعنا، نعاودوا تصورات الاقتصاد،
متاعنا بنظام جديد هجين بين الليبرالية وما بين وجود للدولة، تكون الدولة في الفترة هذه هي القاطرة الأولانية اللي تقود الاقتصاد، ثم سياسة الدعم تكون دعم لمن يستحق مش اللي لبس عليه على حساب الزوالي. وقتها ثم إمكانية أنه بشوية بشوية ترجع تونس للسكة الصحيحة، وأنه تونس تنجم تكون عندها تحل جوانحها وتكون